جات لي رسالة بتقول: ازيك يا شروق؟ أنا قصتي غريبة شوية، على غير المعتاد. على حد علمي إن الناس بتحس بالوحدة لما بيفقدوا الأهل أو لما بيتوفى الأب أو الأم، لكن الغريبة إني وحيدة في وجودهم، وحيدة ومش لاقية بيت ولا مكان أرتاح فيه. أبويا مش الأب اللي أعتمد عليه في حياتي، مش الأب اللي يسند ويشيل، بالعكس موجود ومش موجود، هوا في حياتنا، لا حضن حنين ولا طبطبة ولا حتى سؤال، عايش مع نفسه ولنفسه بس. وأمي يا حسرة، ست أنانية ما بتفكرش غير في نفسها وبس، لا هي قريبة مني ولا هي سري، أكتر حد ممكن يطلع كل أسراري وحياتي بره. ما بحسش معاها بالأمان، بتقلل مني دايما قدام كل الناس، ضغطاني طول الوقت، مش حنينة عليا. فكرت كتير في إني أتخلص من روحي، بس حرام، ما أقدرش أخسر ديني عشان حد. فكرت أهرب، بس هروح فين ولمين؟ وخايفة من نظرة المجتمع والناس ليا، مرضوني ووجعوني نفسيا وجسديا وكل حاجة. حاولت كتير أتكلم مع أمي، يمكن تحن عليا، يمكن تصلح من نفسها وتحتويني. طلعونا أنا وإخواتي قلوبنا قاسية، قلوبنا مش على بعض يا شروق. طلعونا القسوة جوانا، لأننا ببساطة ما شربناش غير قسوة وأنانية منهم. أنا تعبت من الحياة دي، تعبت من أبويا وأمي وإخواتي، تعبت عشان أكتر ناس المفروض أتدرى فيهم هم أول ناس كاشفين كل عيوبي. نفسي أعيش حياة سوية زي بقية الخلق، نفسي أثق في حد، نفسي أثق في نفسي. قوليلي أعمل إيه وأتصرف إزاي؟ هنستنى ردكم على صاحبة الرسالة في الكومنتات.